السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيلاعب انبي في غياب امام عاشور. طبعا احنا كزملكاوية الموسم ده شكله موسم اسود علينا، من اول غياباتنا داي للاصابة، لدونجا للاصابة، سامسون اللاعب الجديد اللي كنا معتمدين عليه يعمل لنا فرق برضه بيغيب للاصابة. الونش بيغيب. فتوح في اهم ماتش او مستنينه اللي هو بطولة السوبر بيغيب للاصابة. دلوقتي امام عاشور بيتعفرت وبيتجنن ويعمل شعر ابيض، نفس اللي حصل لباسم مرسي وقت ما بدأ يبقى نجم، بدأ يلون لشعره، بدأ يطلع على السوشيال ميديا، بدأ يركز في حاجات تانية غير الكورة. شايف امام عاشور مسيرته بتترسم قدامي نفس مسيرة باسم مرسي، يعني الشريط بتاع حياته بيظهر قدامي كده، بيفكرني بباسم مرسي وعائلة باسم مرسي وابراهيم سعيد والكلام ده. ربنا يستر على امام عاشور ويفوق ويرجع، لانه هيبقى احسن خط وسط في مصر وفي افريقيا السنين الجايه كلها باذن الله. ده بالنسبه لامام عاشور. بالنسبه لزكريا الوردي، ناس كتير شايفين ان هو مش على مستوى التوقعات او مش صفقه جامده، وشايفين ان هو لازم أن يقعد. انا من وجهه نظري الحبه اللي شفنا فيهم زكريا الوردي، ولو انه ما تقدرش تحكم عليه 100% لانه ما لعبش كتير، انا شايف ان سيف جعفر من الناحية البدنية أحسن من زكريا الوردي، ومن الناحية الفنية من لمسات سيف فاروق جعفر والشوط بتاعه إن هو جاب جون في الكام ماتش اللي لعبهم. أنا شايف إن سيف فاروق جعفر يعني أحسن من زكريا الوردي على المستوى الفني والمستوى البدني. لأن أنت خط ملعب أو نص ملعب الزمالك، أنت عايز لعيب تقيل، عايز لعيب يكون كاسحة، يعني دونجا ماشي، طارق حامد، الكلام ده. انما زكريا الوردي بمستواه البدني انا شايفه لعيب عادي، ما يستاهلش ان يكون محترف او بيقبض بالدولار. يعني انت ممكن تستغل بحاجة اقوى من كده، لعيب افريقي ديفندر قوي يبقى بيلعب 6 صريح زي اليو ديانج كده. يعني لان انا شايف عمرو السيسي برضو على المستوى اللعب اللي لعبه برضو مش كاسحة او مش قاطع للكرات قوي لحد دلوقتي، يعني زي طارق حامد او زي اليو ديانج او زي اللعيبة دي. فانت ممكن بس تدي فرصة لسيف فاروق جعفر، وانا اعتقد ان هو يبقى احسن من زكريا الوردي. اتمنى لو عجبكم كلامي تقولوا لي رأيكم في كومنت وتدعموني بلايك واشتراك. السلام عليكم.